هل ممكن أوصل فعلًا وأحقق اللي أنا عاوزه، مع إن أنا كنت مقصّر طول السنة، وكنت مراكم أجزاء كتيرة جدًا في المنهج، وإزاي أصلًا شخص مثلًا كان بيذاكر 14 ساعة طول السنة، وأنا شخص كنت باذاكر 5 ساعات، وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى ممكن يساوينا إحنا الاتنين ببعض، وندخل نفس الكلية. بعيدًا عن التحفيز والكلام الخيالي، خلينا نتكلم بجد والله بكلام واقعي، وهو مش هينفعك بمجرد إن أنت في ثانوية عامة ولا مثلًا في كلية ولا الكلام ده، ده أنت لو مشيت بالسيستم ده طول حياتك، هتلاقي نفسك والله مستريح وبتوصل للي أنت عايزه بكل سهولة. وهتلاقي نفسك اتغيّرت من كون إنسان أنت بتفكّر بمنطوق بعقل صغير، بمنطوق بعقل كبير جدًا. بُص خلّينا نتكلّم الأول وناخد كده كل الأفكار اللي في دماغك السلبية دي نقطة، نقطة. أنت بتتكلّم في الأول إزاي أنا شخص مثلًا كنت باذاكر طول السنة 5 ساعات وكنت مهمل، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يساويني في آخر السنة بشخص كان بيذاكر 10 ساعات و15 ساعة. أول حاجة ما فيش حاجة اسمها أنت بتذاكر كام ساعة وأنا لازم أذاكر كام ساعة علشان أدخل مثلًا كلية طِب أو مش عارف أدخل كلية هندسة أو أدخل كلية كذا، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. فربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسب إن ده بيذاكر 5 ساعات وده بيذاكر 15 ساعة، ربنا سبحانه وتعالى بيعامل العبد على إن هو ال5 ساعات دي كانت بالنسبة له إيه وال15 ساعة دي كانت بالنسبة له إيه. ممكن شخص يكون مثلًا أهله موفّرين له كل حاجة، فهو مش وراه أي حاجة غير إن هو المفروض يكون بيذاكر في السنة دي، فبيطلع بإنتاجية 15 ساعة في آخر اليوم، فهو ده فعلًا طاقته اللي هي 90% أو 100% من طاقته. في شخص تاني ربما عنده أسباب في حياته، هو مثلًا طاقته خالص والlimit بتاعه آخر حاجة اللي هو 5 ساعات، يعني هو مش فاضي وربما مثلًا البنت دي تكون مثلًا والدتها متوفية فهي اللي قايمة ببيتها، ممكن الشخص ده يكون هو بيساعد أهله وبيشتغل، فهو مش متوفر ليه في اليوم غير 5 ساعات، فال5 ساعات اللي هو بيذاكرهم دول والله تكاد تكون يعني بتوازي ال15 ساعة اللي الشخص التاني ده بيذاكرها، ممكن يكون هو أحسن منه، لأن ده بيذاكر وسط ضغط وبيذاكر يعني في وسط تعب، التاني بيذاكر وبيعمل اللي عليه ولكن هو متوفر له الحاجات ده، فالاتنين عند ربنا سبحانه وتعالى هم سواء وممكن واحد فيهم يكون أفضل من التاني، فهي مش بتتحسب بالمنطوق أنت بتذاكر كام ساعة، فوالله لو بتذاكر مثلًا أقل من 10 ساعات مش هتدخل كلية طب ولا كلية هندسة ولا الكلام ده، دي أول فكرة سلبية أنت لازم تخرجها من دماغك وتكون مؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيعامل الإنسان بمنطوق كام ساعة وإنما هو بيعامل الإنسان بمنطوق الكام ساعة دول بيمثلوا إيه في حياته. النقطة التانية إن أنا فعلًا كنت مراكم وقصّرت طول السنة، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان فترة يعني هو بيتعثّر فيها، فالفترة اللي بتتعثّر فيها دي المفروض تكون يعني أول سلِّمة ليك إن أنت تبدأ ترجع تاني وتزوّد من هِمِّتك وتزوّد من عزيمتك، مش مجرّد إن أنت تعثّرت إن أنت خلاص تنزل وأنا والله مش هاكمّل تاني، أنا والله كنت مراكم أجزاء في المنهج وكانت بتتراكم غصب عني من كتر مثلًا الضغط بتاع الدروس، أنت قاعد في سَنة مش بتعمل أي حاجة فيها غير إن أنت معظم حياتك هي مذاكرة، فده كان ضغط عليّا، كان بيقع منّي أجزاء في المنهج وكان بيقع منّي حاجات أنا مش فاهمها ومش عارف أجيبها وحاجات معيّنة أنا باذاكرها ومع ذلك مش عارف أحِل فيها، وكمية مشاكل لا توصف ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كرمني. النقطة التالتة طَب أنا فعلًا خايف إن أنا فعلًا ما أدخلش مثلًا كلية كذا علشان مش عارف حلم أهلي وحلمي والكلام ده، زي ما النقطة دي فيها حاجة إيجابية إن أنت بتسعى إن أنت تكون حاجة كويسة، فيها حاجة سلبية أنت لازم تخرجها من دماغك. هل فعلًا أنت بتذاكر في السنة دي أو بتذاكر في أي سنة عمومًا عشان تدخل كلية طب وتدخل كلية هندسة بس؟ يعني هل هو ده فكرك عن المذاكرة؟ لأ طبعًا، ولو فكرك كده أنت لازم تغيّره من دلوقتي. بُص لا يمنع إن كلنا عندنا أحلام وعاوزين نوصل ليها، ولكن مش عاوزين نحط الهدف والحلم ده حاجة تخلّينا نعصي ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قُلت لك قبل كده أنت لو هدفك بس إن أنت تدخل كلية طب هتدخل لها بأي مجال، لأن أنت مش هدفك إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، لأ أنت هدفك إن أنت توصل لكلية طب. أوصل لها بقى بمذاكرة، بسماعة، بغِش، مش عارف بإيه، بأي طريق، المهم إن أنا أوصل لها، فأنت كده عاصي ربنا سبحانه وتعالى وما تفتكرش إن أنت حتى لو وصلت لها أنت كده خلاص وصلت وحققت حلمك، والله يعني ده من بداية الفشل في حياتك، إن أنت بدأت أول سلم في حياتك بحاجة بداية غِش، وبداية إن أنت مثلًا جبت سماعة وغشيت بيها، طب ماذا بعد إن أنت دخلت كلية طب؟ هتقول لي إن أنا هاتوب وهارجع لربنا؟ يا أخي والله أنا عايزك بس تسرح بمخك للحظة. يعني لو أنت قبل ما تدخل الكلية ومت، إن أنت بقى بتقول والله إيه أجيب السماعة دلوقتي وبعد مثلًا إيه ما أجيب المجموع يبقى أتوب مثلًا لربنا وأرجع له ومش عارف إيه وأندم على اللي أنا عملته، أنت فاكر بجد إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبل توبتك في الحتة دي؟ فأنا حابب أعرّفك من دلوقتي ولازم تكون معاك الكلام ده لحد آخر السنة، وتكون في حياتك عمومًا، إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فأنت ما تفتكرش إن أنت والله عايز تدخل الكلية دي فأنا أدخل لها بأي سبيل، حتى ولو كانت كل لجنة بتغش وأنت غشيت معاهم هتبقى قاسم زيهم، يعني مش معنى إن المُعظم بقى قاسم والمُعظم بقى بيغش تغش زيه، هتفضل قاسم وهتفضل مهما عملت برضه عليك نفس الذنب. افتكر إن أنت بغشك أو بوصولك لأي حاجة عمومًا بالغش، أنت كده مش مجرد إن أنت بتعمل اسم والاسم ده يعني خاص بيك، مش بتعمل ذنب فالذنب ده والله أنا اللي باعمله مش هيضر حد غيري أنا، فبعد كده أنت أمّا تقول لربنا سبحانه وتعالى ربما يتقبل توبتك، لأ أنت الاسم اللي أنت بتعمله زي الغش أو أي حاجة دي أنت بتاخد ذنبك وبذنب ناس تانية، فالناس التانية دي ربنا سبحانه وتعالى مستحيل يقبل توبتك إلا أمّا هم يعفوا عنك، لأن ده حق ناس مظلوم، حق الناس المظلومة ده أنت مهما عملت من الصالحات طول حياتك لحد ما تموت، تخيل بقى إن أنت ممكن تغش في ثانوية عامة يفضل الذنب ده ملازمك لحد ما تموت،
ولحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجمعك ويجمع الناس اللي انت ظلمتهم بسببك، وفي الاخر يشوف هل هم هيعفوا عنك ولا لا. ففوق بالله عليك وطلع كل الافكار السلبيه دي من دماغك. ربنا سبحانه وتعالى اما بيمن على الانسان بيديله حسن التدارك. حسن التدارك اللي هو والله انا كنت مقصر قبل كده، ولكن تداركت ان انا فعلا كنت مقصر، سواء مثلا في المذاكره سواء في حق ربنا سبحانه وتعالى، ولحقت وذاكرت. فانا والله يا عم انا كنت مقصر مثلا طول السنه، خلاص انت في اخر شهرين دلوقتي تقول لي طب انا هلحق ومش عارف ايه. والله هتلحق، يعني انا مش عارف احلف لك بايه تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. هتلحق ان شاء الله لو انت فعلا صدقت النيه مع ربنا سبحانه وتعالى واعترفت ان انت فعلا كنت مقصر في كل اللي فات. فابدا صفحه كده من دلوقتي، وانا والله هقفل السوشيال ميديا، هقفل التليفون، هشوف كل حاجه كانت بتضيع وقتي في الشهور اللي فاتت مش هعملها. هاخد الشهرين دول فعلا مذاكره. هيقابلنا ايوه صعوبات، لان انت كده كده لازم يقابلك صعوبات وده طبيعي، ولكن مش هستسلم للصعوبات دي. فانت استمر الشهرين دول وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقك. وافتكر حديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني الساعه بتقوم يعني، والقيامه بتقوم، والارض بتتشق وكل حاجه بتحصل. يعني انت مش عارف متخيل الموقف ولا لا. ومع ذلك النبي عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ان انت لو في ايدك فسيله اللي هي الزرعه الصغيره، وانت عارف ان القيامه بتقوم، لو قدرت تزرعها زراعه، طب هزرعها ليه مع ان كده كده خلاص القيامه هتقوم وهي هتموت؟ انت ما تعرفش هي هتموت ولا مش هتموت، والزرعه هتطلع ولا مش هتطلع. فانت اعمل اللي عليك وزرعها. فانت تخيل يعني ده القيامه بتقوم، ومع ذلك النبي عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ان في لسه في وقت. فانت دلوقتي السنه ما خلصتش ولا حاجه، لسه قدامك شهور ولسه قدامك وقت كبير جدا. فكن محسنا فيما مضى فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. تاني حاجه كفيله ان هي والله توصلك فعلا مهما كنت ومهما بدات مؤخر، هي الدعاء. الدعاء ده والله بيغير القدر. كان مقدر ليك ان انت والله طول ما انت مقصر ان انت كنت تدخل كليه كذا بما ان انت كنت مقصر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني في قدره برضه وفي علمه كان عالم بما ان انت لو اجتهدت وذاكرت اكتر ودعيت ربنا سبحانه وتعالى اكتر، القدر هيتغير وهو هيدخلك كليه افضل وحاجه افضل ليك. فانت ادعي كده وادعي بقلب خاشع وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينك على اللي انت فيه وتستمر مهما كنت مقصر. زي ما قلت ادعي بقلب خاشع وكن متذلل ليه كده، واعترف ان انت كنت مخطئ في اللي فات. بقى النقطه مهمه، ازاي تكون انت اصلا انسان بتذاكر طول السنه ومع ذلك تيجي في اخر السنه تلاقي نفسك ما عندكش محصله، وبتيجي في اخر السنه ما لقيتش ليك ان انت جاي مجموع. في الحالتين دول انت بتتقسم شخصيا. لما شخص ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الكليه دي فعلا مش هتكون خير ليه، وبما ان انت كنت انسان بتذاكر طول السنه فربنا سبحانه وتعالى مطلع ان الكليه دي هتكون وحشه ليك، وانت انسان كنت مجتهد فهو مش عاوز يجازيك بحاجه هتكون وحشه ليك بعدين، وانت دوبك نظرتك بس هي اللي مقتصره على دلوقتي وانت شايفها حلو. لا اما انت انسان تاني انت فعلا كنت بتذاكر وشايف ان مذاكرتك دي هي اللي هتوصلك. وانا والله انا كنت بذاكر 14 ساعه فانا كده هطلع الاول على الجمهوريه. ما تفتكرش ان مذاكرتك دي جايه حاجه من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والله ده مش مجرد كلام. توفيق ربنا سبحانه وتعالى يفوق ال 95%. يعني محصلتك دي كلها ومذاكرتك وتعبك واللي انت شايفه ده كله ما يكملش 5%. يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى لو ما كانش معاك وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى طول السنه، ما تفتكرش انت هتجيب مجموع. انت مهما كنت بتذاكر ومهما كنت معتكف على الكتاب برضه مش هتجيب مجموع. ولو جبت مجموع في ثانويه عامه ما تفتكرش ان هيبقى في توفيق بعد ثانويه عامه، وهتلاقي نفسك تايه في الكليه طول حياتك. والامام ابن القيم كان بيقول: ومن اعظم اسباب الخذلان رضا العبد عن نفسه واستعظامه لعمله ونسيانه لذنوبه. فانت مستعظم عملك وشايف ان انت بتذاكر 14 ساعه فانت كده كده هتوصل. دي بدايه فشلك مش بدايه اجتهادك وبدايه ان انت وصولك. طول ما انت شايف ان انت بتعمله ده كفيل ان هو يخليك جامد ومفيش زيك اتنين في الدنيا بدون توفيق ربنا سبحانه وتعالى، فخليك عارف ان انت كده كده مش هتوصل لاي حاجه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقك وخليك اجتهدت، وبالتالي هو كفك على اجتهادك ووصلك. انا عاوزك تدرك الجمله دي ان هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقك ان انت تذاكر، وبعد ما وفقك ان انت تذاكر ووفقك في المذاكره وخليك بقى بتذاكر كويس ومجتهد ووفقك بعدها وكافئك عليها. فهي سلسله متصله، ان انت قطعت اولها وفكرت نفسك ان انت هتوصل بدون توفيق ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي برضو اخرها مقطوع وانت مش هتوصل لاي حاجه. وفي النهايه يا صديقي مهما كنت مقصر والله سهل جدا ان انت تحقق اللي انت عاوزه، وتحقق يعني تارجت شخص ما عملوش من اول السنه وتوصل انت، لان هو ده بدا في اول السنه وجاء اخر كام شهر وخلاص يعني عزيمته هبطت وبطل يذاكر، على عكس شخص فعلا جه اخر السنه وصدق النيه كده والعزيمه وخد الكام شهر دول بجد. فانت اصدق العزيمه كده ومهما كنت مقصر لا تخاف، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ان شاء الله، ولكن كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. وبس، سلام.